الايفون 14 برو ماكس ولا الايفون 16 العادي؟ انا بالنسبه لي لو انا هختار الايفون 16 العادي. لكن خليني اقول لك امتى تختار ده وامتى تختار ده. تختار الايفون 14 برو ماكس لو انت فارق معاك الكاميرا التليفوتو، لو انت فارق معاك انظمه التصوير الاحترافيه زي الصور رو وفيديوهات البرو ريز. وتختار ال 14 برو ماكس لو انت فارق معاك البرو موشن ديسبلاي، ودي بصراحه انا شايف ان دي اقل حاجه ممكن تكون فارقه معاك، لان الاداء والاستخدام اليومي للايفون 16 اللي من غير برو موشن ديسبلاي هيكون معاك سلس جدا ومش هتحس ان هو بيتاخر او بطيء. الايفون 16 بقى بيتميز بايه؟ في معالج جديد، في كمان نظام كاميرات الجديد بالفوتوغرافيك ستايلز الجديده بالحاجات دي كلها، وكمان هيكون عندك الامكانيات بتاعه ذكاء ابل الصناعي اللي موجوده دلوقتي او اللي هتنزل بعد كده. ده غير كده ان التليفون اجدد سنتين، فطبيعي احتمال ان هو يعيش معاك سنتين اكتر من الايفون 14 برو ماكس. فانا لو هختار الايفون 16 العادي. ولو عندكم اي اسئله تانية اكتبوها لي تحت في التعليقات عشان ارد عليها.